4 ماتشات الزمالك كلين شيت. هتقول لي لا يا جدع هم 3 بس دخل فينا جون. الجون اللي جابه الونش في نفسه ده انا مش حاسبه اصلا. الاربع ماتشات تخيل الزمالك، الله اكبر عليك يا زمالك، 4 ماتشات ما دخلش فينا غير جون الونش جابه في نفسه كمان. بجد من زمان ما شفناش الزمالك عنده الصلابه الدفاعيه والقوه الدفاعيه دي. وخلي بالك الزمالك السنه دي عنده اقوى خط دفاع في الدوري من حيث الافراد. يعني لما تمسك كده القلبين بتوع الدفاع مثلا حسام عبد المجيد والونش، والاثنين البودلة بتوعهم كمان اقوياء زي صلاح الدين مصدق ومحمد اسماعيل لاعب زد. وعندك بنتايج وفتوح من ناحيه الشمال، وعندك عمر جابر، وهعتبر محمد شحاته معاه لحد ما نجيب باك يمين من ناحيه اليمين. الكل الستة سبعة تمانية دول أقوياء جدا في الحتة الدفاعية. أنا دلوقتي ما بكلمكش عن الهجوم، لأن عمر جابر لو على الهجوم ما بيهاجمش، بس أنا بكلمك على المنظومة الدفاعية. الزمالك دفاعه قوي جدا، والسنة دي كمان بيزيد بقى حارس 10/10. صبحي يديك طمأنينة، حارس ممتاز، كفاية إن هو بيريحك في الكرة العرضية، بيلعب برجله 10/10. حارس عنده ردة فعل 10/10. فالزمالك لا السنة دي غير. وان شاء الله باذن الله الدوري في 100 عقبه ونعمل رقم قياسي في قوه دفاعنا باذن الله.